السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله تاني حلقة من ابدأ صح للكورس التأسيس. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن ال plural of nouns جمع الأسماء وال pronouns الضمائر. ونبتدي إن شاء الله النهاردة أول حاجة كده نبتدي معاها هي ال plural of nouns. جمع الإيه؟ جمع الأسماء. النهاردة هنتكلم عن جمع الأسماء. جمع الأسماء في اللغة الإنجليزية هو بينقسم لجزئيتين. طبعا الأسماء بتتقسم في الإنجليزي لجزئيتين. يعني احنا لو جينا كتبنا كده nouns أهي اللي هي الأسماء، هي هتتقسم لكام جزئية؟ هتتقسم لجزئيتين مهمين جدا، اللي هو إيه؟ طبعا اللي هي أسماء مفرد وأسماء إيه؟ وأسماء جمع. تمام. الأسماء المفرد اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت إن أنا بكتب الاسم مفرد، اللي هو دلوقتي عايز أقول كلمة كار عادي، بس هكتبها كار لوحدها؟ لأ، آكار بأدوات التعريف اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. مش قلنا أداة التعريف بيجي امتى؟ مع المفرد فقط. يبقى أدوات التعريف بتيجي مع المفرد فقط. طيب، قلت دلوقتي كلمة زي كلمة أورنج فهتبقى an orange. طيب. الجمع، في الجمع عندي إن أنا المفروض بنضيف أهو. يبقى أنا دلوقتي عندك جمع، يبقى عندك جمع الاسم. هنعمل إيه؟ نضيف إيه؟ اس. فين؟ في آخر الكلمة. يبقى في آخر الكلمة هضيف الإيه؟ هضيف الإس. طيب. يعني طيب، ولازم نعمل إيه تاني؟ نحذف إيه؟ الآه أو الآن. طب ليه؟ عشان ما بيجوش غير مع المفرد بس. فأنا دلوقتي هخلي الكلمة جمع، فيبقى لازم أخلي الإيه؟ يبقى أنا لازم أخلي الكلمة، يبقى أنا هشيل منها أدوات التعريف عادي خالص. فأنا دلوقتي ينفع أجي أقول كلمة cars؟ لا غلط. ليه؟ عشان في أداة تعريف ودي بتيجي مع الإيه؟ بتيجي مع المفرد. طيب يبقى هي المفروض الصح بتاعها إيه؟ فالمفروض إن هي تبقى car، لما تيجي تتحول تبقى إيه؟ cars على طول. شلت أداة التعريف وضفت الإيه؟ الإس بتاعت الجمع. فيها أي مشكلة؟ طيب. الدنيا بسيطة لغاية دلوقتي، لحد ما نيجي نلاقي إن في الجمع عندي بينقسم لجزئيتين. الجمع بينقسم لجزئيتين، اللي هو الجمع الايه؟ الجمع الغير منتظم. جمع غير منتظم يعني ايه؟ جمع غير منتظم يعني ما يعني ايه؟ لا ينتهي بايه؟ باس. ما ينفعش يخلص باس خالص. جمع غير منتظم. انا دلوقتي عندي هنا الكلمات اللي هي الجمع المنتظم بتنتهي باس. طب والكلمات الغير منتظمه ان هي ما بتنتهيش باس. طيب على سبيل المثال، لما اجي اقول مثلا كلمه a child. child يعني ايه؟ طفل. فانا دلوقتي عايز اجمعها هتبقى children. children. ده كده جمع ايه؟ غير منتظم. طب حد تاني قال لي مثلا كلمة childs؟ غلط. ليه؟ عشان ده جمع غير منتظم. ده غير منتظم يبقى ما ينفعش احط اسم. طب افرق ازاي ما بين الكلمات الجمع المنتظم والجمع غير منتظم؟ ما فيهاش تفرقه، لازم ابقى عارف الكلمه دي سواء ان هي جمع منتظم ولا جمع غير منتظم. طيب عندي كلمه man اللي هي ايه؟ رجل. طيب عايز اجمعها فهتبقى من. طيب عندي كلمة a woman. طيب عايز احولها هتبقى women. طيب بحط بقى. طب انا دلوقتي احط a او n او ايا يكن في الجمع؟ لا، حتى لو ما بتنتهيش باس هي برضو اتجمعت فهو جمع، ما ينفعش احط الا والان. طيب عندي ايه كلمة تاني؟ عندي كلمة a tooth. tooth يعني ايه tooth؟ سنة. طيب woman يعني ايه؟ امرأة. طيب tooth عايز اقول اسنان تبقى teeth. teeth. طيب ناخد اخر حاجة كده عندنا. ناخد على سبيل المثال كلمة a foot تبقى قدم.
فهتبقى فيت، تبقى فيت، أقدام. هو ده الفرق ما بين عندي الجمع المنتظم والجمع الغير منتظم. يبقى وكده هنكون خلصنا الفرق ما بين الجمع المنتظم والجمع الغير منتظم. هفرق ازاي ما بين الجمع المنتظم والجمع الغير منتظم، ان الاسماء الغير منتظمة تحفظ كما هي. لازم ابقى عارف ان دي كلمة من ضمن الكلمات الجمع المنتظم، دي كلمة من ضمن الكلمات الجمع الغير منتظم. الجزئية اللي بعد كده عندنا اخر حاجة وهي هنتكلم عليها، وهي البروناونز. البروناونز، بروناونز اللي هي الضمائر. الضمائر. طيب، الضمائر بتاعتي بتتكون من كام ضمير بقى؟ نبتدي بقى. 7 ضمائر. ادي 2، 3، 4 دول للمفرد، وادي هنا 1، 2، 3. يبقى انا دلوقتي البروناونز بتاعتي اللي هي الضمائر بتتكون من كام؟ بتتكون من 7 ضمائر. يبقى انا عندي كام؟ عندي 7 ضمائر. اول حاجة عندي اللي هي اي، واللي هي معناها انا. وبعد كده عندي هي، هو. بعد كده عندي شي، هي. بعد كده عندي ات، دي، هو او هي لغير العاقل. طيب، بعد كده عندي وي، معناها نحن. بعد كده عندي يو، اللي هي انت او انتي او انتم. طيب، بعد كده اخر حاجة عندي خالص اللي هي زي، واللي هي معناها هم. طيب، دي الضمائر بتاعتي. الضمير اساسا فكرته ايه؟ ان الضمير بيحل محل الاسم، بيجي مكان الاسم. بشوف الاسم اقدر ابدله بضمير عشان اسهل عليا ايه؟ الكلام او الكتابة. قال لي على سبيل المثال عندك كلمة اسمها علي. طيب، علي هنا ده ايه؟ ولد ومفرد. يبقى انا دلوقتي الجزئية المفرد بتاعتي اللي هم اول 4، انهي واحدة تبقى هي؟ تمام. جالي عندي مثلا كلمة سلمى. طيب، سلمى دي ايه؟ بنت. تاخد ايه؟ تاخد شي. بيبقى بتبدلها او بتيجي مكانها. طيب، قال لي عندك كلمة دوج، غير عاقل. يبقى انهي واحدة؟ يبقى تاخد ات. طيب، لقيت عندي مثلا قال لي كلمة دوجز، يبقى دي كده من الجمع. بس هتاخد وي ولا يو ولا زي؟ طبعا مش هينفع اقول وي لان احنا نحن كلاب، اكيد لا، هم كلاب. هم كلاب. يبقى زي. يبقى زي بتقدر تيجي مع الايه؟ يبقى زي بتقدر تيجي مع جمع عاقل. طب وايه تاني؟ وجمع غير عاقل. يعني بتقدر تيجي مع الاتنين، الجمع العاقل والجمع الغير عاقل. طيب، قال لي دلوقتي مثلا علي and عمر. علي وعمر. طيب، علي وعمر دي ما ينفعش واحد يجي يقول لي انا اسمي علي فهتبقى احنا عشان انا وعمر. لا، مش معنى ان انت لقيت الاسم بتاعك يبقى انت هتبقى من ضمن، يبقى انت من ضمن الاشخاص دي. ما هو ما حددش انهي علي ولا انهي عمر، يبقى انا مش تبعهم. يبقى هما لوحدهم فهتبقى زي. طيب، امتى بقى اقول ان انا معاهم؟ لو لقيت مثلا كلمة I and عمر، يبقى انا وعمر. خلاص، يبقى انا وعمر، يبقى احنا مع بعض. يبقى احنا مع بعض احنا. يبقى وي. بكده نكون بإذن الله خلصنا تاني حصة من كورس التأسيس، اللي هي سلسلة ابدأ صح. وما تنسوش بقى تعملوا ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت. اللي بيبقى محتاج اي سؤال ولا محتاج في قاعدة معينة عايز تتشرح يا ريت يقول، وبإذن الله ننزل عنها حلقة. متنساش بقى تعمل سبسكرايب ولايك وتعمل شير، لأن الدل على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.